أعداد من إنجيل مرقس مع 6 تكلم عن موضوع بعنوان القليل يصبح كثير أو القليل في يد القدير. نتكلم عن حادثة معروفة جدا عن كل واحد فينا اللي هي إشباع 5000 رجل. مرقس 6 ابتداء عن 31. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراكضوا إلى هناك من الجميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا على العشب الأخضر، فاتكأوا صفوفا 100 150 50. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر 12 كفة مملوءة ومن السمك، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. ربنا يسوع إلهنا الحي القدوس، نشكرك، نعظمك، نباركك يا رب. يا رب نضع هذه الكلمات بين يديك، نضع يا رب حياتنا بين يديك، لأن يا رب عندما أنت تبارك الحياة، عندما أنت تبارك الكلمة، هناك يا رب كنوز كثيرة نكتشفها، هناك يا رب شبع حقيقي في شخصك. لذلك يا رب نأتي إليك في هذا اليوم وهذا الوقت، لك يا رب نريد أن نشبع منك، نريد يا رب أن تملأنا قوة ونعمة من شخصك. باركنا يا رب، كلمنا بالروح القدس، خلينا نتكلم بكلامك، هذه كلمتك يا رب، خلينا نتمسك فيها وندرك بأن هذا هو أنت الإله الذي تبارك الحياة في كل خطوة. باركنا يا رب وكلمنا بالروح القدس، باسم الرب يسوع المسيح نسأل، آمين. تفضل. إذا تذكروا الحادثة، أنا بعرف كلياتنا نعرف هذه الحادثة، لكن إذا تذكروها كانت هذه الحادثة بعد ما الرب أرسل التلاميذ حتى يخدموا ويبشروا في القرى والمناطق اللي حواليهم. بعد ما راحوا لهونيك وبشروا رجعوا فرحانين عم يخبروا يسوع، لكن في شيء مهم كمان صار. هيرودس قطع راس يوحنا المعمدان، فكان الموضوع شوي ثقيل على التلاميذ، شوي ثقيل على الناس اللي مع الرب، اللي مع يوحنا، تلاميذ الرب. فالرب يسوع المسيح قال لهم: انتم صاروا زمان عم تخدموا وتشتغلوا وحتى اكل ما صار الوقت تاكلوا، خلينا نروح لمكان ننفرد مع بعض ونقعد فيه مع بعض. وهن اخذوا التلاميذ وراحوا يقعد مع التلاميذ ويخبرهم، يطمنهم، يعزيهم، يفرحهم. لكن الشعب والجموع لما عرفوا انه يسوع هنيك شو عملوا؟ هو راح بالمي ليوصل للمنطقه اللي يجتمعوا فيها، هن راحوا مشي، كل الجموع راحوا مشي، يعني حوالي عم نقول 5000 رجل ما عدا النساء والاولاد، يعني خلينا نقول 10000 شخص. قاعد عم فكر فيها 10000 شخص، تصوروا 100 او 50 يعني تصوروا الكميه على جبل قاعدين كلياتهم بالمنطقه على الحشيش، تصوروا 10000 يعني ال1000 فيها 10 فال10000 فيها كم واحد بصير؟ 100 10000 4 اصفار يعني 100 يعني 100 جروب قاعدين حوالي المنطقه كلها، يعني مش قليل، عدد كبير. كنت تصور 100 كل واحد 100 او 50 الجموع كلها اجتمعت 100 والرب يسوع المسيح عم يحكي معهم. رح بس اذكر 3 نقاط على هذا الموضوع. اول شيء يسوع يرى، ثاني شيء يسوع يتحنن، ثالث شيء يسوع يشبع. اول وحده يسوع يرى، مشغول بيريد ينفرد بالتلاميذ، تعبان بده يقعد معهم، ولكن بيقول لما راح وشاف، لا شاف الجموع، لما شاف الجموع بطل يقعد ينفرد مع التلاميذ، ما وقف وعصب، هذا وقت استراحه، ليش ما اخذتوا موعد معي؟ ليش ما جيتوا لعندي؟ ليش هلا جايين وراي؟ ما عيط عليهم، ما زعل منهم، لكن لما شاف الجموع قال
تحنن، عنده احشاء رأفات على الجموع، على الانسان. هناك لما نظر الانسان عم يركض الرب يسوع المسيح ما رفض ولا واحد، لكن اجوا جموع لعنده، مع انه كان مشغول مع التلاميذ وبده يخبرهم ويقعد معهم، لكن لما شاف الجموع جايين عطشانين، شافهم كثيرات لا راعي لهم، شافهم في قلب الفراغ جوع لشخص مثل الرب يسوع المسيح، راحوا لعنده، ولكن هو قابل احتياجهم هذا. اذا بتطلع على العالم، انا بعرف ناس اذا ما بتاخذ موعد معهم لا يمكن يقابلوك، لا يمكن يحكوا معك، خاصه النظامات في هذا العالم، رؤساء هذا العالم بيهمهم راحتهم قبل راحتك، بيهمهم مصلحتهم قبل مصلحتك، بيهمهم نفسهم ونفوذهم ومصلحتهم قبل اي شيء اخر. ولكن رئيسنا ملكنا ربنا يسوع المسيح ابدا مش هيك، بيهمه راحتك، بيهمه انت كيف بتحس، بيهمه حياتك، بيهمه مستقبلك، بيهمه كيف انت تقوم من هي المأزق اللي انت فيه، يراك، يلاحظك. يمكن اذا رئيس بمر ممكن ما ينتبه على شخص جنبه، لكن مهتم بحاله اكثر شيء. ولكن الرب يسوع المسيح بدي اياك تعرف يقينا شايفك بحزنك، شايفك بتعبك، شايفك بجوعك، شايفك بمرضك، شايفك وين انت باي مرحله في حياتك، عارف الالام اللي انت بتمر فيها، عارف ظروفك مهما كانت، عارف الناس كيف تركوك، عارف الخيانه كيف صارت، عارف كيف الشغل كان صعب عليك، عارف احتياجك، لانه يراك، يعرفك بكل ظروفك وأينما كنت، فهو مهتم فيك، مهتم باحتياجاتك، مهتم بظروفك اينما كنت. لا تظن انك متروك وحيد من الرب يسوع المسيح. لو كل العالم تركوك، تذكروا المزمور بيقول ان ابي وامي قد تركوني والرب يضمني، لانه عارف لو تركوك هو يضمك. بتقول حتى الام ممكن ان تنسى واما انا فلا انساك. هذا الرب يهتم بكل واحد فينا وعارف ظروفنا. باخبار الايام الثانيه بيقول لان عيني الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كامله نحوه. عندما تكون انت تنظر الى الرب هو يعرف وين انت، يعرف مشاكلك في العائله، يعرف مشاكلك في كل مكان، وهو هناك ليتشدد معك. يا رب وينك انت؟ لا تظن ابدا انك متروك من هذا الاله العظيم. الرب يهتم فيك اينما كنت. العالم تلاميذ الرب يسوع جابوا له الاطفال حتى يباركوا. شو التلاميذ عملوا؟ بس يا ولد اسكت، بعد ارجع، اتركوا للسيد مشغول هلا. لكن الرب شو قال له؟ وين انتم رايحين؟ هدول الاطفال انا بدعو الاولاد ياتون الي ولد لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. العالم ما شافهم، ما بيشوف هدول الصغار، حتى بيقولوا لهم جهال، يعني ما بيعرفوا شيء هدول. اسكت يا ولد، تعال يا ولد. لكن عند الرب له ايدي، كان مهتم فيهم. الاعمى عم بيصرخ، الرب جاي ماشي بالطريق والاعمى عم بيصرخ، قال مين هذا؟ شو صار شو فيه؟ قالوا له يسوع ابن داود مالك. فصرخ اكثر، اسكت بهدلتنا، شو عم تعمل؟ قال صرخ اكثر، ازداد صراخ، يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. كل الناس قالت له اسكت، لكن الرب شو قال؟ خلوه يجي لعندي، هو عم يصرخ لي، لا يمكن اني اخليه يروح خايف. انا شايفه وعارفه، انا مريت بالطريق مشانه. سامريه متروكه من كل العالم، متروكه، لكن الرب يقول عنه لابد ان يجتاز السامره. ليش لا تجتاز السامره؟ كل الناس بتروح حول السامره. قال ابدا، هناك امراه رح تكون على البير وانا عيني عليها، شايفها، عارف وين هي، عارف كيف الناس تركوها، عارف كيف طلعت بالظهر على البير، ما بدها حدا يشوفها، لانه خجلاني من حالها، خجلاني من وضعها، خجلاني من خطيتها، خجلاني من الظروف اللي مر فيها. لكن الرب الحنان مرق عليها وقال انا شايفك وعارف احتياجك. الله يرى، ابدا لا تظن انه الله مغمض عينه وما عم يشوفك، لكن He sees you wherever you are. Christ sees you. الرب يرى، الرب ما بس يرى. في ناس كثير بتشوف ما بتقدر تعمل شيء، لكن الرب يرى ويتحنن. يرى، رأى الجموع، يقول فتحنن. شو يعني تحنن؟ يعني تحركت أحشائه، يعني moved from inside. He has compassion. مش بس compassion، مش بس تحنن، قلبه تحرك. ما عاد يقدر، شاف الجموع، ترك الانفراد مع التلاميذ
ترك الاكل، شاف السامريين يقول جابوا له اكل لياكل، يقول لهم طعام ينعم المشيئة الذي ارسلني، مش وقت اكل هلا، لكن وقت شيء ثاني. عنده احشاء فهد على الانسان، يتحنن على كل واحد. الرب يسوع ليس سيد قاسي، ولكن الله اب محب. اوعى تنخدع، اوعى تفكر انه الله سيد قاسي يريد ان يحاكمك وينتقم منك. جابوا له المراه ممسوكه بالزنا، قالوا له مثل هيدي ناموس يحكم علي بالرجم، انت شو بتقول؟ ما قال له ارجموها، ما كان غلط لو ارجموا هذا الناموس، لكن قال له من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. قلب يتحنن على الانسان، مش البشر. بشر جابوها ويمكن ضربوها على الطريق وجرجروها وبهدلوها قدام الناس كلهم، لكن قلب الرب يتحنن عليها. ليس سيد قاسي يريد ان ينتقم، يريد ان يجازي، ولكن اب محب يريد ان نرجع اليه. ابن الضال حكيت لكم قصه قبل، واعطوا مسابقه للرسامين كيف يرسموا قصه الابن الضال، كيف الاب بتقابل مع الابن. فكل الرسامين، واحد رسم الاب في ثوبه السيد، يعني الثوب اللي كان يلبسوه له احترام، وراكد على الابن وهكهم وقال له حبيبي انت رجعت. واحد ثاني شاف الارض فرش له الورد وذبح له العجل المسمن، الا واحد شو عمل؟ قام رسم رسمه الاب معه عصا وناطر الابن ليجي بده يضربوا فيها. بس قالوا له طب هيدي القصه مش هيك، قال له صحيح القصه مش هيك، ولكن هيك الابن بيستاهل. فكيف فكروا نحن كبشر نفكر هيك، نعمل غلط شو بتتوقع؟ العصا، بتتوقع المجازات. ولكن لما بتيجي للرب، الرب ما بده اياك تهرب منه، لكن بده اياك تهرب لعنده، تهرب لعنده. ادم شو عمل لما اخطا؟ خبى هيك، راح خبى حاله ورا الشجره وحط وراء التين، شاف حاله عريان بده يهرب من وجه الله، لكن بيجي لعنده الرب يسوع بيقول له ادم اين انت؟ خبى علي يا ادم، وين رايح؟ ادم هنا انا شايفك، خبى براء التين يا ادم، راح خبيك بشيء احلى، انا بحبك. وراح ذبح له خروف وستره في جلد هذا الخروف. نحن بنفكر انه الرب بس بده يقصصنا، قلبه حنان رحوم. هذا قلب الرب يسوع المسيح مليان بالحنان. بمرقس اجى لعنده الابرص، بيجي لعند الرب بيقول له يعني مشان ينشفى، بيقول فتحنن يسوع ومد يده ولمسه. ممنوع حدا كان يلمس الابرص، كيف تلمس الابرص؟ كلهم بس بقرب على الناس يقول ابرص ابرص، بعد ببحثوا عنه، ناس تهرب منه، لكن الرب يسوع لمسه، قال له حبيبي تعال، وين انت رايح؟ قال له اريد فطهر فطهر. الرب هو عارف بفكر فيك تخبي عن الرب، لكن احنا بنفكر الرب مثلنا، بنحاول نتخبى، بنحاول نهرب، لكن الرب بده يغيرنا، بده يطهرنا. قال له اريد فطهر، قلبه كله حنان. بيقول لا المرأة عندها ابن وحيد، ماشيين جنازته، حاملين النعش وماشيين، شو بتوقعوا؟ المرأة عندها ابن مكسور قلبها وابنها رايح منها، خسرته راح، ما في امل، قطع الامل، ما في امل. بعد الموت مين عنده امل كانسان؟ تصوروا قبل ما يكون قيامة الرب يسوع كان عنده يحلم بهالموضوع، راح خلص. لكن الرب يسوع شو بيقول؟ فلما رآها الرب تحركت احشائه، حنن عليها وقال لها لا تبكي، بليز لا تبكي، لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحامل فقال ايها الشاب لك اقول قم قم، واخذه وقال له هي ربنا بده يغير الحياه، بده ايانا ندرك، يعطينا هذا القلب اللي هو عنده، يتحنن على الجموع. لا تفكر حالك لحالك، لانه الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير رحمه. مزمور 103 يقول كما يترأف الاب على البنين هكذا يترأف الرب على خائفين. قلب الاب بيترأف على ابنه، مستعد يضحي من اجل ابنه. لا ما بيقدر يكون حدا احسن منه الا ابنه، لانه قلبه بيحب ابنه. لكن هكذا الله سمى حاله اب، عشان هيك قال لما بتصلوا قولوا ابانا الذي في السماوات.
سمى حاله أب، ما هو بعيد عنا، قلبه حنان، يتحنن على الإنسان، قلب مليان بالحنان على الإنسان. إذا الله يرى، ما تفكره مش شايفك، عارف وضعك، وما بس واقف مكتوف عم يتفرج عليك بس انت شو رح تصير، شو رح تعمل بعدين، ابدا، ولكن يتحنن، يمد يد الحنان اليك، بده يرفعك من وين انت. قلبه مليان حنان. اخر نقطه، الرب يسوع وحده يستطيع ان يشبع قلب الانسان، وحده. التلاميذ بيقولوا له ليس، لان ليس عندهم ما ياكلون. ناس طلعوا وما عارفين شو راح يصير، طلعوا على الجبل بس بدهم يشوفوا يسوع. التلاميذ تحكموا على هدول الناس، بيقولوا بكفي، صار لك ساعات عم تحكي معهم، شفيت امراضهم بيجيبوا له مرضى ثانيه، ما بيخلصوا، مرض بالارض بيخلص؟ ما بيخلص. بيشفي مرض بيجي مرض ثاني، بيشفي مرض بيجي مرض ثاني، بضل الحياه مليانه امراض، وعم يشفيهم الرب يسوع المسيح. الان كخراف لا راعي لهم، بيعلمهم، قاعد يحكي لهم عن ملكوت السماوات، قاعد يحكي لهم وتعتمت الدنيا في التلاميذ. يا رب طب انت نسيت حالك؟ هدول جوعانين، هدول البشر رح يخوروا بالطريق اذا بتركهم هلا. قال له بيقولوا له للرب يسوع، بيقول له هن ما عندهم شيء ياكل. الانسان ما عنده شيء ياكل، الانسان ما بيقدر يشبع من حاله، ما عندك شيء ولا انا عندي شيء، ما بنقدر نشبع. لو حطيت كل مال الدنيا كسبته ما بتشبع. لو عندك اعظم مركز في الكون ما راح تشبع. لانه كما قال القديس اغسطينوس، الانسان مخلوق من الله ولا يشبع الا في الله. لا يمكن تشبع من العالم. شو بيقول عن سليمان الحكيم؟ شوف فكروا معي قصه سليمان، بس فكروا قصه سليمان. ملك قال كل من شهدته عيني لم امنعه عنه. يعني حتى بالجسد، يعني بيفكر اوكي بدك قصر عمل 10 قصور، بدك حراس عملوا 60 70 حارس وجيش كبير، بدك زنا عمل 1000 زوجه صار عنده، بدك شو ما بدك عمل، شو لم يخطر، شو بيخطر على بالي عملته. هل شبعت يا سليمان؟ هل هذا شبع قلبك؟ تعرف اللي ما عنده بيفكر انه بشيء مادي بيقدر يشبع فيه، صدقوني الفقير بيفكر الغنى بشبعه، ما عنده مركز بفكر، والمال متجوز بفكر الزواج بشبعه، كل واحد بفكر انه شبعه في الارض. لكن مسكين الانسان اللي بيظن راح يشبع في الارض، لانه الكل باطل قبل الريح. في تكمش الريح؟ ابدا. ما عندك شيء شبعك. الانسان ما عنده شيء شبعه، يسعى وراء سراب الانسان ولا يشبع. فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. الانسان ما بيقدر يشبع من حاله، ما بيقدر يعمل شيء ليشبع. ما بس هيك، حتى التلاميذ مفلسين، تلاميذ ما عندهم شيء حتى يطعموا الناس، ما عندهم شيء. مين نحن؟ شو عندك انت؟ من حالك؟ ما عندك شيء. بيقول الرب يسوع فقال لهم يسوع ليش كنتوا تبعتوهم؟ انتوا اعطوهم ياكلوا. طلعوا بعض هذول، بطرس، اندراوس، يوحنا، شو عندك؟ حط ايدك على جيبك، عندك 200 دينار؟ وين نجيب المصاري؟ فيلبس شو نعمل؟ بلشوا يتلبكوا التلاميذ. الرب عم بيقول لهم، معلم تبعهم بيقول لهم انتوا اعطوهم، انتوا قدموا لهم. منين بدنا نجيب؟ قال له ما بكفيهم 200 دينار، منين بدي اجيبهم هذول؟ انت اعطوهم، تلاميذ مفلسين ما عندهم شيء. يقول فقال له ليس عندنا هنا الا 5 أرغفة وسمكتين. شو عندهم؟ موضع خلاء، صحراء. صدقوني يا احبه العالم خلاء وما في شيء شبع، ولكن بيقول لهم الرب، بيقول لهم اعطوهم انتم، بيقولوا نحن مفلسين. عندئذ يتدخل الرب، عندما تعلن افلاسك عندئذ يد الرب تتدخل. كل ما انك معتمد على قوتك وشطارتك وفلسفتك وحكمتك، عندئذ يقول لك الرب اوكي بس تحتاجني تعال، بس تفلس انا عندك، انا قلبي مفتوح وذراعي مفتوحه لك. باذن الله شو عمل؟ راح فكر الشبع بانه يصرف المصاري بالطريقه اللي هو بده اياها، ولكن الاب شو قال له؟ لا اوعى تروح ابدا. قال له حق تروح حبيبي، انا قلبي معك، روح. راح، بعدين اختبر واخر شيء شو؟ اشتهى ياكل اكل الخنازير. كان يشتغل هنيك، حتى هذا القانون اللي الخنازير بتاكله
اشتهى يشبع قلبه فيه. لكن هل الرب رفضه لما رجع الاب؟ لكن لا، فاتح ذراعيه ليستقبله. هو بيشبع، عنده الشبع. قال له شو عندكم؟ قال له عندنا 5 أرغفة وسمكتين. قال له يكفي، اعطوا لي اياهم. ال5 القليل اللي عنده لما انحط بايديه رب المجد يقول ثم اخذ الرغيف ال5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر واعطى الرغيف للتلاميذ والتلاميذ للجموع. شو صار؟ شو صار بعدين؟ بيقول فاكل الجميع ضمجوا عليه. ضمجوا عليه ما بس شبعوا. كم سله ضل؟ قال له بطرس خايف انت؟ هي سله لك. قال له يوحنا انت زعلان؟ ما عندك اكل؟ هون اعطيها لزوجتك وروح لهونيك هون. قال له كل واحد سله لكم. عنده الشبع، يستطيع ان يشبع عندما نضع هذا الامر بين يديه الحلوين. بيقول لهم يوحنا 15 ذكر 5 شو بيقول؟ لانكم بدوني انا وانت مفلسين، لكن هو بيحط بين ايديه اللي عندنا وهو اللي بيبارك. هو اللي بيبارك القليل فيصبح كثير، لانه هو اللي بيبارك. برؤيا بيقول انا اعطي العطشان ينبوع ماء الحياه مجانا. ذكرت لما الرب بعت موسى، قال له موسى ابعتني انا ما عندي شيء مفلس. قال له موسى انا اكون معك. يشوع قال له يعني انا اتكالي مستند على موسى. موسى راح قال له انت ما كنت مع موسى رح اكون معك. اما امرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعد، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. هذا قصه ارميا فتى ولد صغير، والرب اعطاه ارساليه كبيره. ولد صغير لكن اعطاه ارساليه كبيره. قال له بتقول رح أرى. فكانت كلمه الرب الي ارمي عليك. قبل ما صورتك من البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت يا سيد الرب اني لا اعرف ان اتكلم لاني انا مفلس، انا ما عندي شيء، لا رحت على الجامعه ولا تعلمت اللاهوت ولا تعلمت الدكتوراه، ما عندي شيء، مفلس. جاي لعندك انا مفلس، حتى احكي مع الناس ما بعرف احكي. قال له فقال الرب لي لا تقل اني ولد، لانك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. يا أرميا مش أنت، هذا أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم فيه. حط حالك بس بين إيدي وأنا بستخدمك. لا تفكر إنك أنت ضعيف، لكن بس حط حالك بين إيدي الرب يسوع المسيح. ضع القليل الذي عندك في يد الرب يسوع، فهو الذي يستطيع أن يعمل أكثر جدا مما تفتكر أو تقول. هو الذي يستطيع أن يشبع الجيران، هو الذي يستطيع أن يشبع الأهل والأقارب، هو الذي يستطيع أن يوصل رسالته من خلالك إلى كل الناس اللي حواليك تحتاج فيهم. لأنه مش أنت ومش أنا، لكن هو رب المجد هو اللي بيشتغل. يقول فأكل الجميع وشبعوا. هو مصدر الشبع، ولكن من حنانه هو بده يعطينا. شو بيقول؟ فأعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع. يعني ما إجا مثلا بدي كذا ملاك يوزع الأكل. انت عم تفكر معي عندك 100 جروب وكل جروب في 100 شخص، يعني العدد كبير. كان في شيء ملائكه يساعدوا. لا، هذا دورنا نحن. هو بارك، هو اعطى، هو كتب، اعطاك كل ما تحتاج لكي تتكلم في الحياه الابديه، اعطاك كل ما تحتاجه. عندما يرسلك يزودك بكل قوه، يعطيك القوه من عنده ويرسلك لكي تذهب. هو اللي بيعطي القوه، هو مصدر القوه. ولكن ما جاب ملائكه حتى توزع الاكل، ولكن استخدم تلاميذ يوزعوا الاكل. اعطى الرغيف للتلاميذ والتلاميذ للجموع. عشان هيك الرب اعطاني خدمه رائعه جدا اسمها خدمه المصالحه. خدمه المصالحه. مصالحه، شو يعني مصالحه؟ يعني تصالح الانسان مع الله. معقول انا دوري اني اتكلم انه الانسان يتصالح مع الله؟ هيك مكتوب. بيقول إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. أعطانا الرب هذه الأرغفة. ما في واحد ما عنده رغيف. ما تخلي لك بس تشبع وتخلي لبكره.
لكن خذ هذا الخبز ووزعه للمحتاجين، دورك ودوري على الارض، مش مشان نحتفظ فيه ولكن لكي نوزعه للاخرين. خليه يكون سبب شبع للاخرين. قل له يا رب كما قال اشعياء، يا ريت لسان كل واحد فينا يقول مثل ما قال اشعياء، يقول من ارسل من اجلنا؟ مين بده يروح بدالي؟ مين بده يروح يخبر الناس؟ شو بقول صوت اشعياء؟ هانذا ارسلني، هانذا ارسلني. مثل ما سمعنا الكلمه يقول عن فخاري، يقول هانذا بين يديك. الرب يخلينا نحط نفوسنا بين يديه لكي يستخدمك، لكي تكون شبعا كثيرين في هذه الايام، لان الجوع في الارض منتشر في كل مكان، حروب في كل مكان، خوف في كل مكان، زلازل في كل مكان، انتشار خوف من المستقبل. نسمع عن الحرب شو صار، رح تصير حرب عالميه، شو رح يصير؟ ما حدا بيعرف. ولكن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ كل قلب وكل فكر. نحمل هذه الرساله بكل جرأه، لانه ملكنا عظيم وسلمنا هذه الرساله لكي نذكر باسم الرب يسوع المسيح. امين. امين.